فارس وهو في الصحراء كان معاه نسخه من الفيديو ده على تليفونه، كان بيحاول يفهم هو رمزي شاف ايه بالظبط علشان يتجنبه. رمزي في الفيديو ده كان بيحكي ان هو دخل جوه اعماق الصحراء وشاف النور الاخضر ده لحد ما النور ده جري ناحيه كهف مظلم ريحته تراب ومطره خفيفه. جوه الكهف شاف حيطان فيها رسومات وحاجات مرعبه كأن ذكريات ناس كتبتها والناس دي ماتت. وشاف رؤيه لواحد من الناس اللي ضلوا قبله، راجل بدوي ماشي ورا النور ومراته وعياله بيندهوا عليه من بعيد بس هو مش سامعهم. كان النور واخد عقله وودانه كأن النداهه ندهته. شاف الراجل وهو بيقع على وشه على الرمل والرمل بيبدأ يبلعه بالراحه لحد ما الراجل ده اختفى. كل ده كان في احلام رمزي. وفي نص الكهف كان في فانوس قديم متعلق بينقط زيت اسود كأنه دموع عماله بتعيط. رمزي بدأ يشوف هلاوس بس دي ما كانتش هلاوس، اطفال محبوسين في غرفه ضلمه، ناس بتدفن وهي عايشه. كل ده كان رمزي بيحكيه في الفيديو اللي كان موجود على تليفون فارس. في اخر الفيديو رمزي كان منهار وهو بيقول انا مشيت ورا الصوت، انا ابو فانوس وانا اللي رجعت النور. جمله محدش فهم معناها ابدا.